بسم الله. جبت الخس، ايش حاسوي؟ حأملحه. الحركة هذه تخلي المويات الزايدة اللي فيه تطلع، تخليه يصير ألين. أملحه وكل شوية كده اخذ قطعة واقلبها وقطعة واقلبها. فلفل اخضر وثوم، زنجبيل، فلفل رومي. استخدمت مش الكرفس كله، لا، استخدمت اوراق الكرفس. استخدمت كمان الجزء الابيض في البصل الاخضر والكمثرى نطحنه. شايفين الخليط كيف؟ حطه هنا. هنا عندي الوزف الروبيان ومعاه كزبرة، هحط منها البهارات اللي دوبي طحنتها. حركهم سوا. كيف حتعرف انه الخس معاكي زبر؟ شوفوا لما يدوب كده الخس. وممكن ترى فيه بيعملوه بالخس، يعني الخس الامريكي او الخس العادي. ترى حنبدأ بالترتيب. نرص الخس كده، حطيته ملعقة الصلصة كده تك. كويس. يلا تاني خس. يلا انت حتستمري كده حاطة خس، حطي ملعقة الصوص وتحاولي تفرقيه كويس انه ما يكون في محل في الخس ما جاء على الصوص، وبرضه تكملي. وفي ترى في مجال تذوقيه او تذوقوا الخس وتشوفوا كيف الحموضة ناسبتك، الملوحة. انا ليه ما حطيت ملح؟ هو اصلا حطيته في الملح عشان يدوب، صح؟ طب اكيد لما حطيته في الملح وداب، اكيد انه ملوحة الخس نفسها حتتغير، فما احتاج احط ملح. اذا بعد كده احتجت ممكن وانا بغلي. خمرته برا يومين، تمام. اليوم الثالث حطيته في الثلاجة ودحين بدوق. حار من جد، بس اتمنيت اني حطيت عليه ملح ليمون. فخلصنا، حتنبسطوا بيه. شفتوا كل الوصفات اللي فيها كلمة خلطة الكيمتشي تقدر تستخدمي فيها، وكل الأكلات اللي فيها كده سمك نكهته قادحة تستخدميه فيها. مرة طعم مرة طعم مرة طعم. خلصنا. أتمنى أنكم تجربوه، إن شاء الله تحبوه. علينا وعليكم بالعافية يا رب.